ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده تشيز كيك الزبادي. شايفين شكلها تحفه ازاي، ماسكه نفسها وجميله ولذيذه. هنعملها النهارده من غير جيلاتين ومن غير كريمه ومن غير بيض. طعمها بجد يا جماعه هيعجبكم جدا جدا، وسهله وبسيطه، اي حد ممكن يعملها بكل سهوله. عندي هنا ندخل على طول على المكونات. عندي كوبايه الا ربع سكر، ونص كوبايه زبده سايحه، و250 جرام بسكوت، اي نوع بسكوت شاي تفضلوه، وهيكون طعمها كويس بالكبة ناعم زي ما انتم شايفين. عندي كمان كوباية ونص حليب بودرة، وكوبايتين زبادي، وعندي 8 قطع جبنة مربعات. ممكن لو المربعات مش متوفرة استخدم جبنة مثلثات. هجيب بقى هنا البسكوت اللي انا طحناه واحط عليه الزبدة، زي ما قلنا نص كوباية زبدة او 100 جرام. وهقلب كويس لما البسكوت يتشرب كويس جدا بالزبدة. ممكن احطها في الكبة، هيكون اسهل طبعا بكتير من ان انا اقلب بالمعلقة. اول ما نوصل للقوام ده كده هتبقى جاهزة، بتبقى عاملة زي الرمل المبلول. هجيب صينية مقاس 23 سنتي واحط فيها البسكوت بتاعي، وهضغط عليه كويس جدا بالمعلقة عشان الطبقة كلها تكون متساوية ونفس السمك، واحطها في فرن سخن على درجة حرارة 180، مولع من تحت بس، لمدة 10 دقايق، او لما الطبقة تمسك معايا اطلعها على طول. هجيب بقى هنا ال8 قطع بتوع الجبنة، احط عليهم كوباية الا ربع سكر، واضرب كويس جدا لحد المكونات كلها تمتزج مع بعض. ممكن استخدم مضرب كهربائي لان كان صعب شوية ان انا امزج جبنة مع السكر. مضرب كهرباء هيكون اسهل طبعا بكتير، واكون مطلعة الجبنة من قبلها بشوية برا التلاجة عشان تكون برضو سهل انها تمتزج مع بعض. بعد ما امتزجوا حطيت هنا الزبادي بتاعي، اكون مصفيه كويس جدا من الميه يا جماعه. وزي ما احنا قلنا كوبايتين من الزبادي. وبعدين هنا اخر حاجه كوبايه ونص لبن بودره، وهقلب كويس جدا المكونات كلها تمتزج حلو جدا مع بعض. ممكن احط فانيليا كمان لو حابين. طبعا طبقه البسكويت عندي بعد ما جمدت طلعتها من الفرن وسبتها تبرد عبال ما احضر الخليط بتاع التشيز. بعد ما بردت هحط طبعا عليها الخليط، وهتأكد هنا ان الخليط متوزع كويس جدا في الصينية. نحركها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واحطها في الفرن على الصاج اللي في النص، مولعة الفرن على درجة حرارة 180 زي ما اتفقنا، ومولعها من تحت بس. بتاخد من 12 ل 15 دقيقة بالظبط، والطبقة دي بتكون جمدت. هولع اخر دقيقتين الجريل من فوق عشان اتأكد ان السطح عندي بقى جامد. المفروض ان انا كنت دخلتها من ساعتين ل3 ساعات في التلاجة، بس انا بصراحة ما كنتش قادرة استنى يعني، فحطيت الخليط زي ما انتم شايفين. ده خليط كرز جاف. ممكن كمان نحط مربى، ممكن كمان نحط جيلي، برضو جيلي فراولة. بس هنعمل الجيلي بقى بكوباية ونص مية، مش كوبايتين مية، عشان يبقى تخين شوية. وهنحطه على طبقة التشيز هيطلع تحفة جدا. هحط هنا زي ما انتم شايفين بعد ما حطيت الطبقة بتاعة الكرز كويس وسويتها حلو جدا، هحطها في التلاجة هتبات ليلة او ممكن من 4 ل6 ساعات علشان تطلع ماسكة نفسها والطبقات كلها جامدة معايا وتتقطع معايا بكل سهولة. زي ما انتم شايفين هنا ده تاني يوم طلعتها بكل سهولة، وهبدأ ان انا اقطع. هوريكم بجد يا جماعة طعمها كان خطير، طعمها كان حلو جدا جدا. الصينية اتنسفت مش قادرة اقول لكم، يعني كانت لذيذة جدا بجد. هنقطع هنا، وانا بقطع التشيز كيك يا جماعة بمسح السكينة ما بين كل مرة ومرة عشان يطلع معايا القطع متساوية. طلعت معايا بكل سهولة. شايفين بقى طبقة البسكويت اللي تحت وطبقة التشيز والطبقة اللي فوق. ممكن كمان نحط شوكولاتة قابلة للدهن لو ما عندناش جيلي او مربى، هتبقى لذيذة جدا برضو. شايفين الطبقات ماسكة نفسها ازاي، كل طبقة مستقلة بذاتها، وطعمها بجد يا جماعة اكثر من رائع. اتمنى تجربوها وتعجبكم. ويلا بينا على الجزء التاني من الفيديو. أول مرة تشوفني أنا دكتور سارة عبد العاطي، ودي أول قناة طبخ عربية بتقدم محتوى علمي سهل وشيق ومفيد لكل أفراد الأسرة عموما وللأم خصوصا. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن التغذية الصحيحة لمرضى السكر، اتكلمنا كمان عن أساسيات التغذية الصحيحة للأطفال وإزاي دخل بدايل بطرق ممتعة والطفل يتقبلها بكل سهولة. اتكلمنا كمان عن الفرق بين الكركم والكاري والقيمة الغذائية جبارة للكركم. اتكلمنا كمان عن حساسية الطعام وإزاي ممكن توصل للوفاة. اتكلمنا كمان عن 8 نصايح مهمين جدا لمواجهة نزلات البرد. كمان في فيديوهاتنا هتلاقوا كمية كبيرة جدا من المعلومات عن العناصر الغذائية استخدمناها في وصفاتنا. كل ده واكتر هتلاقوها عندي على القناة. لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لأكبر عدد من المشاهدين.
اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التغذية الصحيحة للجسم، واتكلمنا بدأنا مع بعض 7 عناصر أساسيين لابد من توفرهم لغذاء صحي متوازن. اتكلمنا عن الكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف. النهاردة بقى هنتكلم عن الفيتامينات. الفيتامينات يا جماعة هي مجموعة من المواد اللازمة لدعم كل أجهزة الجسم. الجسم بيحصل عليها من الطعام. قادر الجسم على إنتاج الفيتامينات بكميات قليلة جدا جدا، كل أنواع الفيتامينات ما عدا فيتامين كي وفيتامين دي. عندي 13 فيتامين مهمين جدا جدا للجسم. هنتكلم النهاردة عن 6 منهم بالتفصيل. هنتكلم على أهمية كل واحد فيهم وإزاي أقدر أحصل عليهم في الأكل. عندي الفيتامينات بتنقسم إلى نوعين، يا إما فيتامين فات سوليبل وده الفيتامينات اللي هي بتدوب في الدهون زي فيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين K، ودول الجسم بيبقى عنده القدرة إن هو يخزنهم مدة تصل إلى أسابيع وأحيانا ممكن تصل إلى شهور. وبينصح إن أنا الأكل اللي فيه الفيتامينات دي أكل معاه دهون صحية، وده طبعا بيساعد على امتصاصها بشكل أسرع وعلى تخزينها بشكل أسرع. عندي كمان النوع التاني وهو الووتر سوليبل، اللي هو الفيتامينات اللي بتدوب في المية زي فيتامين سي وفيتامين بي. والفيتامينات دي للأسف الشديد مش بتقعد في الجسم فترة طويلة ومش بيقدر ان هو يخزنها. علشان كده ان احنا المفروض ان احنا ناكل اكل بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين بي بكميات كبيرة اكتر من الفيتامينات اللي هي بتدوب في الدهون. هنبدأ مع بعض. فيتامين ايه. فيتامين ايه دوره في الجسم بيحافظ على صحة النظر وعلى صحة الأسنان وعلى صحة العظام. موجود في الجزر، موجود في البطاطا، وموجود في الفلفل، وموجود كمان في سمك السلمون. تاني نوع فيتامين بي. فيتامين بي ده ليه دور مهم جدا في الحفاظ على خلايا الجلد وعلى خلايا الشعر وعلى خلايا الأظافر، وكمان بيحول الطعام اللي أنا باكله إلى طاقة. بيوجد فيتامين بي في الخضار الورقي، بيوجد في البيض، بيوجد في الحليب، في الزبادي وفي الفراخ. تالت نوع عندي وهو فيتامين سي، وده ليه دور مهم جدا جدا في الدفاع عن الجسم وفي دعم جهاز المناعة، وكمان ليه دور مهم في تشكيل الكولاجين. طبعا الكولاجين ليه دور مهم طبعا في حماية البشرة والحفاظ عليها من التجاعيد، وكمان بيساعد على امتصاص الحديد. علشان كده دايما بقول اي اكل بيحتوي على الحديد اضيف معاه اي فيتامين سي سواء برتقان او ليمون. طبعا ده بيساعد على امتصاص الحديد بشكل اسرع، وكمان فيتامين سي بيساعد على الوقاية من الكانسر. موجود الفيتامين سي في برتقان وفي طبعا الحمضيات عموما، موجود في الكيوي، موجود في الفراولة، وموجود كمان في الطماطم. عندي رابع فيتامين معايا هو فيتامين دي. وفيتامين دي ليه دور مهم في امتصاص الكالسيوم، بيحافظ كمان على قوة العظام والعضلات. موجود في السلمون، وموجود في البيض، وموجود في المشروم والجبنة والحليب. للأسف الأكل اللي بيحتوي على فيتامين دي بيحتوي على كميات قليلة جدا منه، علشان كده أفضل مصدر للحصول على فيتامين دي هو التعرض للشمس في فترات الشروق وفترات الغروب، علشان أساعد جسمي على إنه ينتجه بكميات كبيرة. الفيتامين رقم 5 وهو فيتامين اي، ده ليه دور مهم في إن هو بيشتغل جوه الجسم كمضاد للأكسدة، وكمان بيساعد على ترطيب وحماية الجلد. بلقى في اللوز وفي المانجا وفي بذور عباد الشمس وكمان في السمك. آخر فيتامين معايا وهو فيتامين كي، ليه دور مهم جدا في تجلط الدم والتئام الجروح، وكمان بيدعم وظائف المخ. بلقاه في السبانخ والبقدونس والخس. طبعا يا جماعة الفيتامين دي بتبقى موجودة على شكل مكملات غذائية بتتباع أدوية طبعا في الصيدليات، بس انا لو كنت حريص على اني اكل اكل متوازن ومتنوع مش هحتاج لاي مكملات غذائيه خارجيه. الاكل بتاعي هيكون فيه كل الفيتامينز اللي انا محتاجها، لان نقص اي نوع من انواع الفيتامينات دي للاسف بيعمل خلل في وظيفه مهمه من وظائف الجسم وهيعمل لي مشاكل كبيره جدا. احاول دايما اكل الفاكهه والخضار في الموسم بتاعها، ابعد عن الفواكه والخضروات اللي بتكون معلبه، اكلها دايما فريش وطازه. وانا بسوي الخضار احاول على قد ما اقدر احافظ على نكهته، واحافظ كمان على لونه، ما خلوش ياخد وقت طويل جدا جدا على النار، عشان احافظ على الفيتامينز اللي موجوده فيه باكبر قدر ممكن. وبكده خلصت معلوماتنا في فيديو النهارده. اتمنى المعلومات تكون عجبت حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.